طالع وائل وطالع سعد وعبد الظاهر الله، انما بالبوكس لابراهيم فرج ترد مره ثانيه، واوسو مستني كره طويله انما اوسو كان بيساعد ورا. هجمه مرتده على طول لرائد منسي واوسو فاضي، اوسو فاضي، يا راجل يا راجل يا راجل، وهدف قضاء وقدر. ده لو ما جابش الهدف ده كان الدوماني هيخنقه، لان اوسو اوسو رايح ويقول له هات انا اوسو هات انا اوسو، ورائد منسي يقول له لا انا منسي انا منسي، والاخر منسي فعلا افتكر وجاب جول حلو قوي قوي في الفسحه اللي عملها باختراق من اللي عمله، لان كل الاهلي كان طالع في ضربه حره مباشره ومش عاملين حساب الهجمه المرتده. بصوا حضراتكم الكره جايه منين، بصوا طبعا نوع استهتار دفاعي رهيب. ادي واحد خدع على الماشي راح، وادي منسي ماشيه معاه بيوسعوا له، ومنسي ده جاي من حرس الحدود. منسي يعني رائد منسي، ده المفروض يبقى لواء منسي مش رائد. بركات عاوزه مهاره، حد يعدي، تمرير كتير وتكتل دفاعي من غزل المحله، وتريزيجيه بيجرب حظه عاوز يعمل السلام. هدف الراجل الحته دي بتاعته وليد سليمان يقول لتريزيجيه سيبها لي، ويحط وليد سليمان هدف مباغت، محدش كان عارف اللي هو هيشوط. وليد سليمان يحط هدف مباغت في الدقيقه 41 من الشوط الثاني، 1-1. ثالث هدف ليه. بصوا جميله صعبه واحد. ادي تريزيجيه غمزها له، هنا بقى الحته دي بتاعته على طول، ما كدبش خبر وليد سليمان. وادي الدخول في العمق وفائده اللعب في العمق الدفاعي والكره الاماميه. 1 غزل المحله 1 النادي الاهلي، والجونين جم غزل المحله في الدقيقه 40 من زمن الشوط الاول، وهدف التعادل في الدقيقه 41 من زمن الشوط الثاني. ماندو رقم 13 ده مصري ده ولا ايه؟ ماندو مصري طبعا. سعد ماندو بيقول لي تيمومي تتلعب الكرة على طول عكسية وهدف. يا سلام الولا عمرو جمال. اوعوا انتوا راكنيني بقالكوا سنة، اوعى يا جدع. بقول لكم اللعيب اللي ياخد فرصته، او ده خد فرصته. مانجا لعب 100 سنة لغاية دلوقتي، شكري لعب كتير، وادي الراجل دخل في توقيت حلو قوي عمرو جمال عشان يسطر لنفسه، يعني ياهو بيحضنه محمد يوسف. ادي تغيير في محمد يوسف، وعمرو يحط هدف في وقت قاتل. عمرو جمال في الدقيقه 44 من زمن الشوط الثاني يتقدم النادي الاهلي. بصوا الولد جميل، دخل وراح وغمزها، جت 100 كره من كده زي لشكري وعبد الظاهر وسيد حمدي. بصوا يا سلام. انا لو من محمد يوسف اجيب شكري واجيب عبد الظاهر واجيب سيد حمدي، 50,000 كره في الحته دي طول الماتشات. بص الولد الصغير موهبه، وخد فرصته وبيعرف